السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة جيدة. دلوقتي يا جماعة انا جيت لكم هعمل لكم طعمية جميلة جدا. وبص يا جماعة ما شاء الله عليها، سهلة جدا وبسيطة، وكمان مكوناتها سهلة جدا ونظيفة جدا، معمولة في البيت وهشة. ريحتها تحفة جدا. وكمان هعمل لكم الطعمية وازاي تفرزوها، وطبعا بالخيار المخلل بتاعي، لان انا موسوسه شويه، مش بحب الحاجات اللي بتاعت بره كتير. بحاول ان انا على قد ما اقدر الحاجات اللي بعرف اعملها في البيت بعملها في البيت، سواء الفول، الطعميه، المخلات بانواعها، الحاجات اللي بعرف اعملها. انا دلوقتي هوريكم الوصفه بتاعت الطعميه عامله ازاي، وسهله جدا ومكونات بسيطه جدا. اتفضلوا معايا على يوميات باقي قناه يا جماعه. تابعوني على يوميات قناه يوميات عائله محمود واولاده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. انا جيت لكم النهاردة نعمل اكلة سهلة وبسيطة، وبنشتريها من بره بس ما كناش عارفين اذا كانت ممكن تبقى مضمونة او لا. فانا فضلت ان انا اعملها في البيت هنا اهوت بايدي وكده اهوت، بحيث ان هي تبقى عندي سهلة في البيت ونظيفة في البيت برضو، انتي عاملاها وضمناها. هي بقى ايه بقى اللي هي جرين برجر او طعمية، معلش هي طعمية. انا جبت معايا نص كيلو فول مدشوش، عندي حزمة او حزمتين، عندي حزمتين كرات، ماشي، ممكن حزمة ونص، ممكن حزمتين، على حسب ما انتي برضو بتحبيها، بتحبي لون الاخضرار بتاعها في الطعمية. انا عندي بصلاية صغيرة جدا، عشان طبعا انا عندي كرات، ممكن طالما عندي كرات ما احطش بصل، بس انا بحب احط بصل فيها، بس انا استصغرت بصلاية. لو عايزة اصغر من كده وفي حطي، دي اصغر واحدة عندي. كمان حطيت بتاع حوالي 5 أو 6 فصوص ثوم، بتديها طعم وريحه جميله جدا. بص مكوناتها سهله وبسيطه ومش صعبه، يعني حزمه بصلايه صغيره، 5 فصوص ثوم او 6 فصوص ثوم، نص كيلو طعم فول مدشوش. طبعا دلوقتي هوريكم هنعملها ازاي. هنضربها في الخلاط بالطريقه دي. ادي الكبه بتاعتنا، معلش سوري، في الكبه مش في الخلاط، عشان محدش يعملها في الخلاط ويقول انا قلت في الخلاط، لا هي في الكبه. بصوا يا جماعه، هننزل بنص الحاجه بتاعتنا، الفول بتاعنا كده. طبعا انا نقعاه حوالي ساعتين بميه دافيه. لو انت عايز تنقعيه بميه عاديه عادي، ممكن تنقعيه لمده مثلا 5 ساعات، يوم من بالليل كده هو تنقعيه، بيبقى برضو بيفرق برضو ان هو يبقى طري، يبقى حلو، بس ما خليش في ميه كتير عشان ما يبوش مني. انا دلوقتي هبتدي اقطع معاكم كرات، مش هقطعه طبعا صغير قوي، لا هقطعه وسط كده بالشكل ده. طبعا على كل كمية معايا انا بحط حبة. طبعا انتي بتوسطني ايدك في الحاجات ديت بحيث ان هي تديكي لون الاخضرار بتاعها. هي لو احتاجت منك انك انت تحطي ميه ممكن تحطي حبه ميه صغيرين. طبعا احط نص البصلايه، احط 3 فصوص ثوم الاولانيين، ماشي. هبتدي اضرب فيها، لو حسيت انها محتاجه مني ميه بحط ندعه صغيره عشان ما تفكش مني، ما احتاجتش خلاص مش مشكله. ابتدي اضرب بقى كده. ممكن بقى يعني افتح الكبه بتاعتي واقلبها كده عشان انزل الفول اللي لسه ما اتضربش من فوق. احط بقى معلش يعني بق ميه صغير او سنه ميه صغيره بحيث ان هي تمشي معايا الفول في الكبه. بص كده، ما كترش، لو كترتي فيها الميه هتفك منك في القلي. عرفت كده بقى خلصت. بص يا جماعه بقت عامله ازاي؟ احلى خالص، مش طبعا اسهل من كده ولا انضف من كده. هنا عندي حاجه بتدخل نضيفه ومضمونه وسهله جدا وبسيطه، ما فيهاش اي تعب. هطفي بقى كده واوريها لكم بعد ما افضيها.
كده الطعمية بتاعتنا بالشكل ده. بصوا يا جماعه ما شاء الله عليها، يعني هي ضربتها حلو لغايه لما اتطحنت بالشكل ده، وريحتها جميله جدا. طبعا انا لما بضرب الطعميه وبعد ما هخلصها انا مش هحط فيها توابل، لان انا هجرب منها جزء والباقي انا هحطه في التلاجة في اكياس. اطلع بقى بعد ما اطلع ابتدي بقى ان انا ايه احط فيها التوابل بتاعتها. احط الملح، احط الكزبره، عايزه تحطي بهارات فيها، في ناس بتحبها بالبهارات بتاعتها كده. انا بقى طبعا هضيف الباقي. طبعا ده ما شاء الله نص كيلو هيعمل لي حوالي 4 أو 5 اكياس، يعني هي موفره جدا ونظيفه جدا، ويعني مش محتاجه ان انا اتكلم عنها اكتر من كده. نحط بقى، ننزل باخر حبه كرات عندنا كده بالشكل ده. بصوا يا جماعه لو مفيش كرات، لان بيجي عليها وقت ما بيكونش فيه موجود كرات، ممكن بقى استخدم ايه؟ استخدم كزبره وشبت مع البصلايه و5 فصوص ثوم. يعني انا مش شرط ان اربط نفسي بان كرات، ساعات ما بقاش موجود الكرات، موجود خلاص مش مشكله اجيبه واعمل بيه عادي. مش موجود ممكن استخدم كزبره، حزمه كزبره وحزمه شبت كده لفها بالتقليب. ارجع لكم تاني بعد ما اخلص. ده بقى شكلها النهائي بعد ما ضربتها في الكبه بتاعتي، ظبطتها كده بالشكل دوت وطحنت على الاخر كده. دي بقى انا اقفل وافضيها بقى. طبعا هعمل لكم يعني ايه تيست كده عليها، احاول ان انا اقلي منها طعميه. اعرف بقى ازاي ان هي حلوه ما فكتش بقى، ان وانا بقليها هتبان معايا، ولو فكت مني يبقى انا زودت فيها الميه يا جماعه. ما فكتش الحمد لله يعني، وان شاء الله مش هتفك باذن الله يعني، عشان انا مش اول مره اعملها. تبقى جميله ما شاء الله عليها. يعني بص عامله ازاي. طبعا زي ما انا قلت انا مش هحط غير على الجزء اللي انا هستخدمه بس الملح بتاعي والكزبره. ليه؟ لان انا لو حطيت عليها كلها هتسود وهتحمض حتى لو انا حاططها في الفريزر. فانا اعمل ايه بقى؟ بكيسها اكياس على قد الحاجه بتاعتي، الفطار بتاعي او العشاء بتاعي، اي ما يكون بقى اللي عايز ياكلها في اي وقت، وبستخدمها. احط فيها التوابل بتاعتها وتبقى جميله في الفريزر. ماشي، انا بحطها كده اهوت، وده شكلها النهائي بقى. هعمل ايه بقى؟ احط بقى جزء منها كده بالشكل ده كده. بصوا يا جماعه في حاجتين انا ممكن احطهم على الطعميه، اي حاجه منهم لو موجوده بتنفع. ايه بقى؟ انا دلوقتي عندي نص معلقه كربوناتو بحطها، ما عنديش طب اعمل ايه؟ بحط معلقه بيكنج باودر، نص معلقه صغيره او معلقه صغيره. في ناس بتحب لا ده ولا ده وبتحب تحط طعميايه بضايه سوري. فانا دلوقتي ايه؟ حطيت عليها نص معلقه كربوناتو، هحط عليها نص معلقه ملح، كده. هحط عليها برضو نص معلقه كزبره ناشفه او معلقه كبيره، يعني عامه بحب الكزبره في الطعميه بتديها ريحه جميله جدا. هقلب بقى بالشكل ده. في ناس بتحب تحط عليها شطه، بس طبعا يعني انا ما بحبذهاش. لو عندك طفل عايز ياكل منها، يعني انت هتاكلي منها لوحدك حطي بالشكل ده. اقلبها كده. طبعا عندي طاسه سخنه على البوتاجاز وعندي معلقتين سمسم. دلوقتي بقى انا عندي طاسه سخنه اهي فيها زيت، ابتدي بقى اعمل الطعميه بتاعتي كده.
واحط عليها السمسم بتاعي كده ونزلها كده. انت بقى ايه على قد ايدك بقى اعملي، عايز تعمليها كبيره عايز تعمليها صغيره، انا بحبها وسط كده. اعمل كده كام واحده واوريها لكم في الاخر بقى وانا بقلبها بقى وانا بعملها. طبعا شكلها بيبقى جميل وريحتها جميله جدا عشان الثوم والكرات والبصل انا حاطاه فيها مخليها تحفه بصراحه. هرجع لكم تاني بعد ما اخلص. بصوا يا جماعه اول ما تحمر من تحت كده اقلبها بالشكل ده كده، ما اقلبهاش وهي طريه عشان ما تبص مني. انا عملت بقى منها ايه 2 صباع كده، وعملت ايه اللي هي المدوره زي بتاعت المطاعم يعني بالشكل ده. بصوا لونها مخضر جميله جدا يعني بصراحه ربنا الكرفس الكرات بيخليها مخضره كده وبيديها طعم حلو جدا زي بتاع الطعميه اللي بره بالظبط. هطلعها بقى واوريها لكم في الاخر. رجعت لكم تاني يا جماعه اهو بعد ما خلصتها خالص، وبص بقت عامله ازاي ما شاء الله عليها، تحفه جميله جدا. وبص عامله ازاي من جوه هشه جدا وجميله جدا وريحتها خطيره جدا. فطبعا انا بقول ان هي يعني سهله ونظيفه وحاجات مكوناتها موجوده ورخيصه مش غاليه، وهتعملي منها كذا كميه. بصي الكميه اللي فضلت قد ايه ما شاء الله عليها، ممكن اعمل منها كذا كيس. فطبعا انا دي بقى اولادي هياكلوها عشان سخنه حلوه مع خيار مخلل هوريلكوا دلوقتي. ورجعت لكم تاني يا جماعه اهو الطعميه انا عملتها مع الخيار المخلل اللي انا قلت لكم عليه ده. انا مخلاه في البيت برده، ما اشتريش حاجه من بره، بحب انا اجيبه في البيت واعمله. دلوقتي الخيار رخيص جدا، ممكن تجيبي الكميه اللي انت عايزاها وتعمليها ببطرمان، ومفيش اسهل من الخيار وما بياخدش وقت. فبرضو بحب اعمله وكمان سهل يعني وهادي شويه مش حراق زي المخللات التانية. فطبعا هو بخش لكم مره تانية كده اهوت واعمل لكم طريقه الخيار ازاي. انا طبعا بخليه بطريقه حلوه قوي. فطبعا دلوقتي لو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسونيش بقى في الشير واللايك وتدعموني علشان انا بيعجبني كل تعليقاتكم الجميله، والاشتراك في القناه لو ما كنتش مشتركين. دلوقتي بقى انا هوريكم ازاي تخزنوا او تفرزوا الطعميه كمان. ورجعت لكم تاني اهو كمان علشان اوريكم ازاي بعملوا الطعميه، بفرز الطعميه. دلوقتي انا عندي اكياس اللي هي دي، عندك اكياس اللي هي الطويله التانية هاتي منها عادي مش مشكله. انا لقيت المتوفر عندي ديت فابتديت اعمل فيها نضيفه وشكلها حلو برده، مش هتقول لا برده يعني. فانا هعمل ايه، هجيب الكيس كده وابتدي احط بالمعلقه كده. طبعا زي ما انا قلت يا جماعه ولا احط فيها ملح ولا توابل ولا اي حاجه. ليه بقى؟ زي ما قلنا بتحمض وبتسود. فانا اطلع الكيس بتاعي كده على قد ما انا محتاجه. بص انا ايه دلوقتي حطيت شويه كده اهو بالمنظر ده، انا ده اللي هستخدمه. عايزه اقل من كده احط، عايزه اكتر من كده احط، الموضوع في ايدي انا. طبعا بخرج منه الهواء خالص بالشكل ده وابتدي اربطه بالطريقه دي واحطه في الفريزر. ماشي بالشكل ده. هعمل كذا كيس بقى واوريهولكم في الاخر. وادي يا جماعه رجعت لكم تاني وبقى الشكل النهائي للطعميه اللي انا فرزتها او حطيتها في الكيس عشان افرزها او احطها في الفريزر. بص ما شاء الله نص كيلو طلع لي حوالي 5 اكياس غير اللي انا طلعت منها عملت قلت منها ليكم دلوقتي. فطبعا ما شاء الله عليها رمت عندي كتير ومش مكلفه ونظيفه وحاجه انا عاملاها في البيت بايدي وحاجه نظيفه. فيا ريت يعني لو عجبت لكم الوصفه بتاعتي ما تنسونيش بقى في الاشتراك زي ما قلت لكم ولا تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. انا متشكره جدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.